لو انت صاحب مشروع اونلاين او شغال في التسويق فمهم جدا انك تعرف التوجهات اللي هتحصل او بتحصل في التسويق في 2026 عشان تقدر تبني خطتك مظبوط وتركز على الحاجات اللي هتفيد البيزنس بتاعك. في الفيديو ده هشارك معاك 8 ترندات جمعتها من تقارير مهمة نشرتها اكبر منصات التسويق زي جوجل، GWI وكانتار وماكنزي. انا قريت كل التقارير دي وجبت لك الخلاصة عشان تبدأ تنفذ. وعشان ما اطولش عليك يلا نبدأ باول ترند وهو الذكاء الاصطناعي كمحرك بحث. الاي اي ما بقتش ادوات كتابة وخلاص، ولكن بقت الطريقة اللي الناس بتكتشف بيها العلامات التجارية وبتاخد بيها قرارات الشراء. دلوقتي الناس مش زي الاول بيدخلوا يكتبوا على جوجل اسم منتج ويزوروا 10 مواقع عشان يلاقوا المنتج الصح، ولكن بيستخدموا ادوات الاي اي ويوصفوا مشكلتهم والحل اللي بيدوروا عليه، والاداة بتديهم مقترحات. ولو انت مش من ضمن المقترحات دي فانت بتفوت على نفسك فرصة كبيرة جدا وبتضيع من ايدك مبيعات انت اولى بيها. طيب ازاي تبدا تجهز نفسك للشيفت دي؟ اول حاجة لازم المحتوى اللي بتنشره على الويب سايت بتاعك يبقى اكتر من مجرد وصف منتج او خدمة، ويكون وسيلة للرد على اسئلة الناس. لازم تقدم محتوى اديتوريال وايفر جرين كونتنت شامل ومفصل، ويكون عندك جزء خاص للاسئلة الشائعة. لازم الموقع بتاعك كمان يكون محسن لمحركات البحث اللي هي الاس اي او. وهتسمع ناس بتقول لك ان الاس اي او مات، لكن الحقيقه الاس اي او بقى موجود ولكن بشكل مختلف. الناس لسه بتعمل سيرش ولكن بطريقه مختلفه، فالاساسيات التكنيكال لازم تكون موجوده زي ما هي، ولكن مع توسع في طريقه تقديم المحتوى نفسه. تاني ترند الشراكه طويله الامد مع صناع المحتوى. زمن انك تتعامل مع انفلونسر مره وخلاص انتهى. الجمهور بقى عارف انها نوع من الدعايه وما بقاش فيه مصداقيه. والشيفت اللي بتحصل هي ان البراندات بدات تتعامل مع صناع المحتوى كانهم جزء من فريقهم، في علاقه طويله بينهم. صناع المحتوى دول هتلاقيهم دايما بيصنعوا كونتنت للبراندات دي، ومع التكرار والمشاركه البراند بيتحول لجزء اساسي في محتواهم، والجمهور بقى بيربط البراندات بصناع المحتوى دول. فاسلوبك في اختيار الانفلونسر او التعامل مع صناع محتوى يسوقوا لمنتجاتك لازم يتحول لعلاقه طويله وسلسله محتوى مستمره من صناع محتوى محددين، مش مجرد حمله والسلام. تالت ترند الستوري تيلينج بقت الطريق لقلب العملاء. الانترنت دلوقتي مليان بمحتوى مصنوع بالاي اي، والناس زهقت من النوع ده من المحتوى وبقى كل الفيد شبه بعضه. واللي الجمهور بيدور عليه دلوقتي هي القصه الحقيقيه اللي البراند بيقولها، المعاناه اللي فعلا بيحلها، والناس اللي وراه اللي مؤمنه بفكره. فقبل ما تجري ورا اي فيديو اي اي دور على القصه اللي هتخلي الناس تصدقك وتصدق الوعود اللي بتقولها عن منتجاتك، وابتدي ابني محتوى يحسس الناس انك حقيقي مش بتجري ورا الترند عمياني. رابع ترند المحتوى الدائم اهم من الحملات المتقطعه. اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، والمثل ده بينطبق دلوقتي على اسلوبك في خطه المحتوى. فكره انك تنزل بحمله وتوقف وتنزل بحمله تاني خلاص انتهت. دلوقتي المحتوى بتاعك لازم يكون مستمر ومنتظم. ادخل على صفحات السوشيال ميديا الناجحه دلوقتي وهتلاقي ان المحتوى موجود باستمرار وشبه يومي، ودي مش عشوائيه. دول عارفين ان كل ما كانوا قصادك كل ما اتحفر اسمهم في ذاكرتك اكتر، وكل ما زادت احتماليه الشراء منهم مش من منافسين. فلازم تبدا من دلوقتي تحط خطه محتوى سنويه كامله، مش مجرد حملات موسميه وخلاص. خامس ترند التسويق على كافة مراحل الفنل. سعر الإعلانات دلوقتي بيزيد والمنافسة في السوق بقت شرسة، فلو تركيزك بس على الاعلانات المموله والاعلانات البيعيه بدون ما تبني وعي بالبراند بتاعك وتفكر في رحله العميل الشرائيه، فانت بتحط نفسك في مشكله ماليه. لازم التسويق بتاعك يخدم كافه مراحل رحله العميل بالوعي والاهتمام والاعتبار والقرار وحتى ما بعد اتخاذ القرار. لازم تحدد القنوات التسويقيه والمحتوى اللي هتستخدمه عشان تبني وعي بالبراند بتاعك. بعد كده تفكر في نوع المحتوى اللي هيخلي العميل مهتم بانه يشتري منك، زي الليد ماجنتس، الريفيوز وقصص النجاح. بعدين لازم تفكر في المحتوى اللي ساعد الناس تختارك، زي التسهيلات اللي بتقدمها والضمانات. ولازم تفكر ازاي هتفضل على تواصل مع الناس دي بعد حتى ما يشتروا، سواء عن طريق الايميل ولا عن طريق خدمة العملاء. بالطريقة دي هتلاقي استثمارك في التسويق موجه اكتر وبيوصل للناس في المرحلة المناسبة ليهم. سادس ترند تجربة البراند بتاعك بقت بنفس اهمية المنتج. خلينا متفقين، لو قدامك براند في السوق الويب سايت بتاعه بطيء وصعب تلاقي فيه حاجة، وخدمة العملاء بتاعتهم ضعيفة ومش بتحل ولا بتربط، والمحل بتاعهم محدش فيه بيساعدك ولا بيهتم بيك، عمرك ما هتشتري منهم لو حتى بيقدموا افضل منتج في السوق. دلوقتي السوق مليان منافسين، لكن الشيء اللي مش منافسين كتير بيهتموا بيه هي تجربة البراند نفسه. والبراندات الناجحة بقى بيقدموا تجربة صعب تتقارن، فالاكسبكتيشنز بتاعت العملاء وطموحاتهم بقت كبيرة. فلازم تبتدي ترتقي بتجربة البراند بتاعك عشان تكسب عملاء، من الويب سايت وسرعته وترتيبه لخدمة العملاء واهتمامهم بالعميل لطريقة عرض المنتج والوصول ليه. كل ما خليت
تجربة العميل مع البراند سلسة وممتعة، كل ما العميل ده مش بس اشترى منك أكتر، لكن كمان بدأ يقترحك على أصحابه ومعارفه والكوميونتي اللي جزء منه. سابع ترند البيع المباشر من السوشيال ميديا، ودي مش حاجة جديدة، بس اللي بيحصل إن منصات السوشيال ميديا دلوقتي بتحاول تخلي الناس على المنصة لأطول فترة ممكنة. وفي تقارير بتقول إن في منصات زي ميتا هتحط ليميت للروابط اللي ممكن تشاركها. عشان كده لو عندك اي كوميرس لازم تبتدي تربط المتجر بتاعك بالسوشيال ميديا، وتدي العملاء بتوعك إمكانية شراء المنتج مباشرة من على صفحتك. وفي براندات كتيرة الصغيرة قبل الكبيرة قدرت تحقق مبيعات بالملايين من البيع على السوشيال ميديا. فابتدي فعل خاصية المتجر على صفحتك وشارك محتوى وعروض تجبر الناس انها تشتري مباشره وبسهوله. تامن ترند هو الكوميونتي بيلدينج. دلوقتي الناس مش بتلتف حوالين منتج والسلام، ولكن بتلتف حوالين براند بيشاركهم القيم والاهتمامات بتاعتهم. فكره انك تبقى موجود في السوق لمجرد انك بتبيع منتج بقت مخاطره محدش قدها. البراندات اللي بتستمر دلوقتي هي البراندات اللي بتبني مجتمع مؤمن بيها وحاسس انها جزء من حياته. شوف براندات مثلا زي ابل، نايكي، كوكاكولا، نتفليكس وغيرهم، هتلاقي رسائلهم بتتكلم عن حاجات ابعد من المنتج نفسه. لو المنتج بتاعك بيستهدف شريحه معينه لازم تبتدي تتوسع في طريقه التواصل بتاعك وتبقى اكتر من مجرد براند. لو انت منتج ليه علاقه مثلا بقضايا مجتمعيه زي ادراك الذات، الاستدامه، المساواه، الشموليه، لازم كل ده يبان في طريقه التواصل بتاعك، وما تخليش رسالتك التسويقيه تجاريه فقط. عايزك تقول لي انهي ترند من دول كان مفاجاه ليك، وانهي ترند ممكن تبدا تطبقه. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناه، واشوفكم الاسبوع الجاي، والسلام عليكم.